يا مساء الفل. سنة 2016 العالم كله وقف مذهول قدام مشهد من المستحيلات. فريق كان مرشح للهبوط، إمكانياته ما تجيش تمن رجل لاعب واحد في مانشستر سيتي، لكنه بيرفع كاس البريمير ليج. الكل قال إنها معجزة، بس الحقيقة إن المعجزة دي كان وراها غرفة ضلمة مليانة شاشات وأكواد ومحللين أداء قدروا يسبقوا عصرهم بخطوات. النهاردة هنحكي قصة ليستر سيتي من وجهة نظر تانية خالص، وجهة نظر الداتا. ليستر ما كانش عنده ميزانية يشتري نجوم جاهزة، فقرروا يشتروا الفرص. فريق الكشافة وتحليل البيانات بقيادة ستيف وولش استخدموا برامج متطورة وقتها عشان يلاقوا لاعبين مظلومين إحصائيا. حد زي نجولو كانتي الإحصائيات كشفت إنه بيقطع كرات أكتر من أي لاعب في أوروبا، بس ما حدش كان واخد باله منه في الدوري الفرنسي عشان جسمه صغير. رياض محرز البيانات وضحت إنه مراوغ فعال وبأرقام مرعبة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وكمان بتراب الفلوس.